تخيل كده معايا الصورة دي، شيكاغو الأمريكية، وده في عشرينيات القرن الماضي، وقت بقى حظر الخمور وقانون بيمنع بيعها بالكامل، ومع كل قانون منع بيظهر جنب منه السوق السوداء. وأمير السوق السوداء دي كان واحد اسمه آل كابوني. الراجل ده كان بيجمع ملايين الدولارات كل أسبوع، وده من تهريب الخمور ومن صالات القمار ومن أعمال تانية بره القانون بالكامل. بس كابوني ده كان قدامه مشكلة، فلوسه كتير جدا، أكتر من اللي يقدر يتحرك بيها بشكل طبيعي. هيروح يفتح بيها حساب في البنك، هيسألوك من أين لك هذا؟ تشتري بيها عمارة أو عربية شيك باسمك، هتلفت نظر الضرايب والشرطة على طول. فعمل إيه بقى هو؟ في وقت معين عصابات الجريمة المنظمة في شيكاغو بدأت تشتري وبالجملة محلات غسيل الملابس الصغيرة واللي بتنتشر كده في المناطق الشعبية. الناس العادية بتيجي تغسل هدومها بعملات معدنية صغيرة، وفي آخر كل يوم العصابة تحط فوق إيراد الغسالات الحقيقي جزء من فلوس التهريب والقمار. طب والنتيجة؟ فلوس قذرة دخلت من باب وخرجت من الباب التاني نظيفة وزي الفل، وكمان معاها إيصال رسمي يقول إنها إيرادات محلات غسيل الملابس. ومن هنا اتولد المصطلح اللي هنحكي عنه النهاردة بالتفصيل، غسل الأموال. وعلى فكرة المفارقة الطريفة بقى إن كابوني نفسه رمز غسل الأموال في التاريخ ما دخلش السجن أصلا بتهمة غسل الأموال، لأن القانون وقتها أصلا ما كانش بيعرف الجريمة دي، لكنه دخل السجن بتهمة التهرب الضريبي. يعني الدولة الأقوى في العالم وقتها عرفت إن فلوسه قذرة، بس ما عرفتش تحاسبه على الطريقة اللي نظف بيها فلوسه، فجابته بقى من باب تاني. من وقتها والجريمة دي كبرت واتطورت بشكل مرعب لحد ما بقت في الزمن الحالي واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية على وجه الأرض. وفي مصر السنين الأخيرة شفنا قضية شغلت الناس كلها، اتهمت فيها النيابة العامة رجل أعمال مصري معروف واسمه صبري نخنوخ بنفس الجريمة دي بالظبط. هنحكي بقى النهاردة عن القضية دي بالتفصيل وبكل حياد، ولكن بعد ما نفهم أول حاجة أساسية، غسل الأموال إزاي تبقى جريمة وإمتى بدأت، وعندنا في مصر بقى لها تاريخ من إمتى. كل ده هنفهمه في حلقة النهاردة. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. خلينا نبدأ بتعريف واضح ومباشر. غسل الأموال أو تبييض الأموال كما يسميها بعض الناس هو مجموعة إجراءات وعمليات الهدف منها واحد بس، تاخد فلوس جاية من نشاط مجرم، تجارة مخدرات أو فساد أو رشوة، وتدخلها جوه النظام الاقتصادي الرسمي لحد ما تطلع بقى تبان وكأنها جاية من مصدر شريف ومشروع. العملية دي في أغلب الحالات بتتم على 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى اسمها الإيداع، وفيها بقى صاحب الفلوس القذرة يحاول يدخلها في النظام المالي بأي طريقة، عن طريق البنوك أو شركات الصرافة أو حتى محلات صغيرة بتتعامل بالكاش زي محلات الغسيل اللي حكينا عنها مثلا. والمرحلة الثانية اسمها التغطية أو التمويه، وفيها بقى بتتم عمليات تحويل معقدة ومتكررة للفلوس ما بين حسابات وشركات وحتى بلاد مختلفة. الهدف منها إنها تقطع أي خيط ممكن يوصل المحقق للمصدر الأصلي للفلوس. وآخر مرحلة بقى اسمها الدمج، وفيها الفلوس بترجع تظهر تاني، ولكن المرة دي في شكل استثمارات شرعية تماما، عقارات، شركات، أسهم، سيارات، وأحيانا حتى أعمال خيرية. وهنا بس الفلوس بتكون اتغسلت بالكامل، ومحدش يقدر يثبت من نظرة واحدة إنها كانت في الأصل قذرة. وليه بقى الموضوع ده خطير؟ السبب إن غسل الأموال مش بس جريمة لوحدها، هي الجريمة اللي بتسمح لكل الجرائم التانية إن هي تعيش وتكبر وتستمر. تاجر المخدرات اللي يقدر يغسل فلوسه هيقدر يمول عمليات تهريب أكبر من اللي قبلها، والموظف اللي خد رشوة وقدر يخسر رشوته هيستمر في فساده من غير أي خوف، لأنه عملياً نجا من الجريمة. وعلى مستوى الدول كلها بقى غسل الأموال بيشوه الاقتصاد من جذوره، بيرفع أسعار العقارات بشكل مصطنع وغير منطقي، وبيخلق منافسة غير عادلة ضد رجال الأعمال الشرفاء واللي بيشتغلوا بفلوس أصلاً نظيفة، وبيضخ بقى فلوس وسخة جوه شرايين السوق لحد ما تبقى مش قادر تفرق أصلاً ما بين القرش الحلال والقرش الحرام. طيب الظاهرة دي بقى بدأت من إمتى؟ الحقيقة إن فكرة تنظيف فلوس جاية من مصدر حرام دي مش حاجة جديدة على البشرية. في مؤرخين بيقولوا إن تجار قدامى جدا في حضارات قديمة جدا كانوا بيستخدموا طرق مشابهة لإخفاء ثرواتهم عن أعين الحكام والضرائب، ولكن كجريمة بقى منظمة وممنهجة وكمصطلح له اسم
ده بدأ يتشكل في أمريكا في العقد الثاني من القرن العشرين بالطريقة اللي حكينا عنها في أول الحلقة. في الثلاثينيات بقى والأربعينيات عصابات المافيا الأمريكية وخصوصا في شيكاغو ونيويورك كانت بتستخدم محلات الغسيل والكازينوهات وحتى محلات بيع السجائر كواجهات شرعية تماما تمرر من خلالها فلوس الجريمة المنظمة. وفضل الموضوع بقى كده لعشرات السنين. الدول كانت مركزة على محاربة الجريمة الأصلية، المخدرات والسرقة والفساد، لكنها ما كانتش مركزة قوي بالقدر الكافي للفلوس اللي طالعة من الجرائم دي، لحد بقى ما وصلنا للثمانينيات. في الوقت ده تجارة الكوكايين ما بين أمريكا وأمريكا اللاتينية كانت بقت بمليارات الدولارات، وكارتلات المخدرات الكبيرة كانت محتاجة طرق ضخمة وسريعة لتنظيف هذا الكم الهائل من الفلوس. ولكن سنة 1986 أمريكا أصدرت أول قانون رسمي في العالم يجرم غسل الأموال كجريمة مستقلة بذاتها، وكانت دي نقطة تحول تاريخية مهمة، لأنها ولأول مرة فصلت الجريمة عن مصدرها وقالت وبشكل واضح غسل فلوس الجريمة هو في حد ذاته جريمة، حتى لو انت شخصيا ما ارتكبتش الجريمة الأصلية اللي طلعت منها الفلوس. وفي التسعينات بقى العالم شاف واحدة من أكبر فضايح الغسل المصرفي في التاريخ، قضية بنك PCCI، بنك دولي ضخم ولكنه كان متهم بتمرير فلوس مرتبطة بتجارة سلاح ومخدرات وفساد سياسي لعملاء من حول العالم. والفضيحة دي خلت حكومات كاملة تعيد النظر في الرقابة المالية على البنوك. وبعد كده بقى ب20 سنة وسنة 2012 بنك HSBC البريطاني الأصل اتفق مع الحكومة الأمريكية على دفع غرامة بمليارات الدولارات بعد ما ثبت إن فروعه في أمريكا اللاتينية كانت بتسهل تمرير فلوس كارتلات المخدرات المكسيكية. القضيتين دول وضحوا حاجة مهمة جدا، غسل الأموال مش بس لعبة بلطجية في الشوارع، ده ممكن يحصل جوه أكبر وأرقى البنوك في العالم. سنة 1989 اتحركت الدول الكبرى وبشكل جماعي وأسست في قمة الدول السبع الكبار منظمة اسمها مجموعة العمل المالي أو FATF، ودي بقت أشبه بالإنتربول الاقتصادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المنظمة دي بتضع معايير عالمية وبتراجع أنظمة الدول القانونية، وأي دولة ما بتلتزمش بالمعايير ممكن جدا يتحط اسمها في القائمة السوداء أو القائمة الرمادية، وده بقى بيأثر وبشكل مباشر ومرعب على علاقاتها الاقتصادية مع باقي العالم وعلى قدرة بنوكها إنها تتعامل في المعاملات الدولية. وفي عصرنا الحالي بقى ظهرت طرق أحدث زي استخدام العملات المشفرة أو حتى منصات المقامرة الإلكترونية والمزادات الفنية، وده علشان تمرر فلوس مصدرها غير معروف وتحولها لفلوس نظيفة صعب جدا تتتبعها. طب إحنا في مصر بقى، إحنا فين من الحكاية دي؟ مصر زي أي اقتصاد بيتعامل مع العالم اضطرت تواجه نفس التحدي. القانون المصري الأساسي واللي بيجرم غسل الأموال هو القانون رقم 80 لسنة 2002، وصدر في توقيت كان فيه ضغط دولي ضخم جدا على كل دول العالم، وده بعد أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001، علشان كل الدول بقى تشدد قوانينها شوية والمتعلقة بتتبع الفلوس خوفا من إنها تتحول لمصدر جديد لتمويل الإرهاب. القانون ده نص على إنشاء وحدة مستقلة جوه البنك المركزي المصري اسمها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها بقى إن هي تستقبل أي بلاغات اشتباه من البنوك والمؤسسات المالية عن أي عمليات يشتبه إن هي غسل أموال، وبيتم التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية للتحرك وبسرعة. والقانون المصري بشكل عملي بيحدد عقوبة لجريمة غسل الأموال تتراوح ما بين 3 سنين و7 سنين سجن مشدد، بالإضافة لغرامة مالية بتوصل لضعف قيمة الفلوس محل الجريمة، وممكن كمان تزيد العقوبة في حالة الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب أو الجريمة المنظمة. وطبعا مصادرة الأصول والممتلكات الناتجة عن الجريمة بتكون إجراء تلقائي تقريبا في كل القضايا دي لصالح خزانة الدولة. ومصر زي كتير من الدول شهدت سنين كان فيها أنظمتها الرقابية تحت تقييم دقيق ومستمر من منظمة FATF، بس الصورة دلوقتي بصراحة مختلفة تماما. مصر حاليا خارج أي قائمة سواء السوداء أو الرمادية، وده معناه إن المنظومة الرقابية المصرية معترف بيها دوليا إنها بتتبع المعايير العالمية. وعلى فكرة
الأرقام بتاعت الجهاز المركزي والنيابة العامة بتقدر إن حجم عمليات غسل الأموال اللي بيتم محاولة تمريرها سنويا في مصر بيقترب من نص مليار دولار، وعدد القضايا اللي بتتحول للقضاء بسبب الشبهة دي بيتعدى ال 200 قضية كل سنة، وده رقم مش بسيط خالص. ودي بقى مش أرقام نظرية بعيدة عنا، لا، دي بتترجم كل فترة لقضايا حقيقية بتشغل الرأي العام المصري بالكامل، قضايا مرتبطة برجال أعمال وشبكات تهريب وفساد، وكل قضية من دول بتكشف جزء من الصورة إن الجريمة دي مش بعيدة عننا، وإنها بتحصل على أرضنا وبفلوسنا وبطرق ممكن تكون أعقد بكتير من اللي احنا بنفكر فيه. وآخر مرة اتسلط فيها الضوء بقوة رهيبة على الموضوع كانت قضية شغلت الرأي العام المصري بالكامل في الأسابيع الأخيرة، قضية المعلم صبري نخنوخ، بعد واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. الواقعة حسب ما تردد إعلاميا بدأت بخلاف مالي حوالين صفقة بيع فيلا في الساحل الشمالي بقيمة تقارب 50 مليون جنيه. نخنوخ كان دفع فعلا جزء من المبلغ حوالي 15 مليون جنيه، وبعدين قرر بقى يرجع في الصفقة وبيطالب باسترداد فلوسه بالكامل. الخلاف ده تطور من مشادة كلامية لمشاجرة حقيقية جوه المعرض نتج عنها إصابات وتلفيات في المكان. الأجهزة الأمنية تدخلت وحرروا محضر رسمي، وبدأت بقى النيابة العامة تحقق مع نخنوخ وابن أخوه وعدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة. ولكن بقى اللي حول القضية من مشاجرة في معرض سيارات لقضية رأي عام شاملة هو إن النيابة العامة وفي إطار التحقيق فتحت كده خط تحقيقات مالية موازية، وهنا ظهر الاتهام الأخطر في القضية كلها، شبهة غسل أموال. وعلى أساس بقى الشبهة دي النيابة العامة اتخذت خطوة كبيرة جدا، أصدرت قرار بالتحفظ على كل أموال وممتلكات نخنوخ وزوجته كلارا غسان وابن أخوه جون سعيد حلمي نخنوخ، وأخطرت النيابة كل الجهات المعنية، البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة بسرعة تنفيذ القرار. وكمان ظهر اسم رجل الأعمال أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد كواحد من المتهمين المرتبطين بالقضية، وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، والقضية عمالة توسع وتوسع. وعشان نكون محددين هنا، وده شيء أساسي بنلتزم بيه دايما في الرغايين، لحد دلوقتي القضية لسه في مرحلة التقاضي، يعني كل اللي حكيناه لحد دلوقتي هو اتهامات وشبهات أعلنتها النيابة العامة وقرارات تحفظية احترازية بطبيعتها، ولسه ما صدرش أي حكم قضائي نهائي بالبراءة أو بالإدانة لأي من المتهمين في القضية. وفي النهاية القصة دي زي ما شفتها مش بس قصة شخص واحد، ومش هدفنا منها إننا نحاكم حد قبل ما تحاكم المحكمة، هي مراية بتعكس لنا مشكلة أعمق بكتير من اسم واحد أو واقعة واحدة. إزاي الفلوس اللي مصدرها مش شريف ممكن لو صحت الشبهات تتسرب جوه الاقتصاد وتشتري بقى عقارات وتبني شركات وتغير حياة بالكامل، وتفضل سنين طويلة لغاية ما حد يسأل عن مصدرها الحقيقي. وده يخلينا نسأل سؤال أكبر بكتير من القضية دي، كل مرة بنشوف فيها ثروة ضخمة ظهرت بسرعة غريبة أو عقار تم بيعه بفلوس كاش من غير أي تفسير منطقي واضح، إحنا دايما بنبص للموضوع كفرصة نجاح وبس، ولا بنسأل نفسنا حتى ولو بصوت واطي الفلوس دي جاية منين بالظبط. ولو الحلقة دي خلتك تبص بعين مختلفة شوية للأخبار اللي بتقراها كل يوم، يبقى تشاركها مع أصحابك علشان السؤال يفضل موجود في دماغ كل واحد فينا، وإحنا هنفضل نرغي ونحكي ونسأل ونبحث عن كل حكاية فيها تاريخ أو سياسة أو حتى جريمة بتقول لنا حاجة عن العالم اللي بنعيش فيه. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واكتب رأيك في الكومنتات واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.